اهلا وسهلا بحضراتكم. ازيكم وعاملين ايه؟ يا رب تكونوا في صحة وسعادة. الحقيقة طبعا مش متعودين ان احنا نعمل فيديو في التوقيت ده، ولكن الاحداث ساخنة جدا جدا جوه نادي الاسماعيلي، فكان لازم ولا بد ان احنا نطلع ونعرف حضراتكم الجديد او الامور كلها ماشية ازاي. ان شاء الله باذن الله تكون حلقة مميزة، واكيد يسعدنا ان حضراتكم تدوسوا لايك للفيديو، وكمان بنجدد مطالباتنا لو اي حد مش مشترك في القناة يسعدنا ان هو يشترك فيها. ولكن خلينا قبل ما نبدأ وقبل ما نقول اي حاجة بنفكركم ان انتوا تصلوا على النبي وتذكروا الله، وان شاء الله باذن الله نكون عند حسن ظنكم. عايز بس قبل ما ابدا احيي رئيسنا خالد شماندي الحقيقه، اللي بيشير فيديوهاتنا باستمرار وداعم رئيسي لينا، وكل ما يشوفني على طول يسالني الاسماعيلي رايح فين، الاسماعيلي جاي منين، ولكن لا حياه لمن تنادي. كمان خليني اشكر صديقنا مازن ميزو الحقيقه في القناه، بيدعمنا بشكل كبير جدا جدا ومتفاعل معانا، ونتمنى كل التوفيق للناس اللي مشتركين معانا. تعالوا نخش بقى سريعا، والاحداث سخنه جوه النادي الاسماعيلي، والامور رايحه فين، وهل كل ده في مصلحه النادي الاسماعيلي ولا لا؟ زي ما احنا عارفين وعملنا لكم الفيديو اليومي بتاعنا، وقلنا ان احنا في اليوم الثامن لعملية سحب الثقة من المجلس الحالي، وان الامور خلاص قربت. احنا بنتكلم في سحب ثقة حوالي 1155 استمارة، وقلت لك ان الباقي فاضل 345. ولكن في مفاجأة وفي صدمة كبيرة جدا بيعملها النادي الاسماعيلي، نزل بيان على صفحته الرسمية وبيعلن ان ادارة النادي الاسماعيلي بتعلن ان يوم الثلاث يوم 8/7 انتهاء المدة القانونية لعملية مبادرة سحب الثقة. الناس كلها جالها ذهول، الناس كلها بدأت تسأل معقولة ازاي لسه ال 15 يوم ما خلصوش؟ وده بقى الموضوع اللي خلى يكون فيه هجوم شديد جدا جدا على البيان اللي نزله إدارة النادي الإسماعيلي. ويعني البيان فيما معناه بيقول ان يوم الثلاث يوم 8/7 ده اخر يوم في عملية سحب الثقة من المجلس، وان مجلس إدارة النادي الإسماعيلي بيشكر الجمعية العمومية والناس اللي وثقت فيه، والناس اللي ما راحتش تسحب الاستمارة وتوقع عليها، وقال ان احنا قدامنا مهمة، وهي الفلوس والغرامات الكتيرة والديون على النادي الإسماعيلي بنحاول ان احنا نخفضهم لحد ما نشيلهم خالص. وقالوا ان هم بيتمنوا كل التوفيق للنادي الإسماعيلي. ولكن عايز اقول لك ان بعد ما البيان ده نزل، الامور كلها بقت سخنة جدا في اسماعيلية. الناس بدأت تسأل، والناس بدأت تقلق، والناس اللي تبع مجلس الإدارة فرحت، وبقى في حالة من الترقب ومحدش عارف ايه اللي هيحصل. هل فعلا يوم الثلاث ده اخر يوم في عملية سحب الثقة ولا لا؟ ولكن خلينا نرجع شوية، والصورة اللي حضراتكم شايفينها دي دلوقتي، ودي ورقة وبيان وخطاب رسمي طالع من المدير التنفيذي للنادي الإسماعيلي، موجهة للسيد علي غيط او الكابتن علي غيط، وبيقول فيما معناه ان ابتداء من يوم السبت يوم 28/6 النادي الإسماعيلي هيبدأ يخصص مكان محترم للسادة أعضاء الجمعية العمومية عشان يقدروا يوقعوا على استمارات سحب الثقة. يعني هنا المدير التنفيذي للنادي الإسماعيلي بيعلن في خطاب رسمي إن يوم السبت يوم 28/6 ده أول يوم من 15 يوم في مبادرة سحب الثقة من المجلس الحالي. وبنتكلم هنا إن لسه فاضل أيام، ولكن عكس الكلام اللي بيقوله مجلس الإدارة. ده الخطاب اللي صدر من المدير التنفيذي ردا على الجواب اللي عمله او الخطاب اللي بعته الكابتن علي غيط، ان هو بيطلب من مجلس ادارة النادي الاسماعيلي ان هو يكون في جمعية عمومية لتوقيع استمارات سحب الثقة. فالكلام اللي بيحصل او البيان اللي نزل ده مخالف تماما تماما للنادي الاسماعيلي، لان النادي الاسماعيلي بتحس ان البيان ده كده طلوع الروح، الناس مش عارفة، الناس متوترة. وده الكلام اللي انا قلته لك قبل كده، ان الناس حقيقي في قلق وفي خوف من اعضاء مجلس الاداره بسبب عمليه سحب الثقه، وان الموضوع دخل في الجد، وان الناس ما كانتش مصدقه ان الاعداد دي كلها هتيجي. فطبعا مجلس الاداره بينزل البيان عشان بيحاول يخلي اعضاء الجمعيه العموميه ما يروحوش، ولكن الموضوع ده هيكون ضد مجلس الاداره نفسهم. الناس بدات تحشد في اعداد وفي اعضاء للجمعيه العموميه، والناس هيكونوا اكتر. والكلام ده هتلاحظوه لما ننزل لكم الفيديو بتاع يوم الاربعاء. هقول لكم اليوم التاسع في عمليه سحب الثقه العدد هيكون كتير جدا. فالحقيقه في تخبط، والناس مش عارف متمسكين ليه بالكرسي لحد دلوقتي. المفروض ان انت كعضو مجلس اداره ده عمل تطوعي، انت بقيت
بتتعرض لإهانات أنت وأهلك والأمور كلها أنت فشلت فيها، فأنت ليه ماسك في الكرسي؟ أنا الحقيقة مش قادر أفهم. تعالَ بقى أقول لك على طول إن في يوم 7/7 اللي هو يوم الإتنين، الكابتن علي غيط بعت جواب للجنة الأولمبية بيطالب فيها بعقد جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة، وده اللي أنا قلت لك عليه قبل كده، إن بعد ما يتم التوقيع ب1500 عضو، وده بعد ما يروح للجنة الأولمبية بعدها بوقت معين بيحصل إن نادي الإسماعيلي بيعمل جمعية عمومية غير عادية بحضور 2000 عضو لسحب الثقة بشكل رسمي. طيب أنت بتقول لي دلوقتي إزاي الكابتن علي غيط بعت يوم الاثنين يوم 7/7 خطاب للجنة الأولمبية؟ خليني أقول لك إن الكابتن علي غيط بعت الخطاب ده بشكل بدري شوية عشان يقدر يكسب وقت وما يستناش الأربع 5 أيام بعد ما يجمع الاستمارات. يعني المفروض إن الخطاب ده يتبعت بعد ما يتم توقيع 1500 عضو، ولكن الكابتن علي غيط سبق وبعت بدري عشان يقدر يكسب وقت وأيام. أنا بس بسرد لك الأمور كلها ماشية إزاي خطوة خطوة عشان حضرتك تكون معايا ومتابع جيد للأحداث. خلاص كده أنت عرفت الأمور ماشية إزاي والأمور رايحة فين. ردت بقى مديرية الشباب والرياضة وقطعت الموضوع كله وخلت مجلس إدارة النادي الإسماعيلي في موقف محرج جدا. الخطاب اللي قالته مديرية الشباب والرياضة زي اللي حضراتكم شايفينه دلوقتي على الشاشة، وبناء عليه مديرية الشباب والرياضة قررت 3 قرارات لابد من تطبيقهم، لأن الجهة الإدارية أو شباب والرياضة هم اللي مسؤولين عن النادي الإسماعيلي. أول قرار بتقوله مديرية الشباب والرياضة إن أول يوم لعملية سحب الثقة هو يوم السبت يوم 28/6، وده عكس الكلام اللي قاله النادي الإسماعيلي نهائي. كمان مديرية الشباب والرياضة قررت قرار إن إحنا في يومين اتقفل فيهم أو ما تمش فيهم مبادرة سحب الثقة يوم الخميس والجمعة الماضيين، قالوا إن إحنا هنمد يومين كمان غير ال15 يوم عشان نعوض اليومين اللي هم الخميس والجمعة. تالت قرار أخدته مديرية الشباب والرياضة إن هم بيحملوا أعضاء النادي الإسماعيلي وكمان المدير التنفيذي للنادي كافة المسؤولية القانونية والجنائية لأي حاجة. فكده مديرية الشباب والرياضة بتنفي تماما وبتقول عكس اللي قاله بيان النادي الإسماعيلي، وإن موضوع سحب الثقة مستمر لحد ما يتم الانتهاء من 15 يوم. أول يوم ابتدأوا فيه موضوع سحب الثقة هو يوم السبت يوم 28/6. حضرتك هتعد 15 يوم من يوم 28، ده هيبقى آخر يوم في عملية سحب الثقة وهو يوم الحد يوم 13/7. ده كل الموضوع اللي بيخص موضوع سحب الثقة، والإسماعيلي على صفيح ساخن والأمور مشتعلة تماما. مجلس الإدارة للأسف يعني مضطرب تماما مش عارف هو بيعمل إيه. مجلس الإدارة مش مصدق إن هو هيمشي من النادي وإن الموضوع دخل في الجد. تعالوا نروح لتاني موضوع سريعا، وإن إدارة النادي الإسماعيلي بتتلقى رسميا خطاب من الفيفا بيوضح الموقف العام للنادي الإسماعيلي. زي ما احنا عارفين إن النادي الإسماعيلي معاقب بعقوبة تأديبية وهي لفترتين، ومرة واحدة لقينا العقوبة بقت فترة واحدة وتم تخفيضها. الفيفا رد على النادي الإسماعيلي بشكل رسمي وبيقول له إن فعلا إن أنت معاقب بفترة قيد مرة واحدة بس، وإن العقوبة اتشالت الفترة التانية بسبب إن كان في من يوم 1/6 ليوم 10/6 وهي موضوع كأس العالم للأندية، وبالتالي دي بتتحسب فترة تسجيل، فاحنا شلناها من العقوبة اللي عليك، وبالتالي فأنت معاقب بفترة قيد واحدة بس. يبقى احنا كده الفيفا بيأكد إن هو معاقب للنادي الإسماعيلي بفترة قيد واحدة. النادي الإسماعيلي قال إن هو بعت طعن على العقوبة التأديبية الخاصة بالفيفا، والطعن ده بيتقدم للمحكمة الرياضية الكاس للنظر في القضية اللي مطلوبة أو القضية اللي على النادي الإسماعيلي، وإن النادي الإسماعيلي بيستعجل الإجراءات عشان يتم اللجوء والحكم فيها بشكل سريع. يبقى كده الفيفا بيرد على النادي الإسماعيلي. معنى الكلام إن الفيفا مش هيرفع العقوبة اللي على النادي الإسماعيلي، وإن لحد دلوقتي وقبل ما نشوف الرد اللي هيجي في خلال كام يوم من المحكمة الرياضية، النادي الإسماعيلي هيبدأ الدوري بدون صفقات بدون تدعيمات، موقوف القيد لفترة واحدة. ده كل الأمور أو كل المواضيع اللي كانت معانا في الفيديو. فيديو مهم جدا بنسرد لك فيه الأحداث اللي بتتطور بشكل سريع جدا جوه النادي الإسماعيلي. للأسف النادي الإسماعيلي في وضع صعب جدا. النادي
الناس كلها للاسف مستاءة حزينة من اللي بيحصل جوه النادي الاسماعيلي. نأمل الفترة اللي جاية يعني يكون فيه هدوء اكتر، لان النادي الاسماعيلي بدأ فترة الاعداد ولكن في صداع وفي عدم استقرار بيدور جوه مجلس الادارة. يهمني ان حضراتكم تكونوا متابعين جيدين ومركزين في الفيديو، عشان زي ما قلت لك انا سردت لك الامور كلها الخاصة بعملية سحب الثقة، ويعني اتمنى ان انا اكون قدرت ابسطها لكم واحدة واحدة، عشان زي ما قلت يعني احنا بنحاول ان احنا نوصل لكم المعلومة بهدوء. احنا كده خلصنا موضوع الفيديو بتاعنا، نأمل ان شاء الله ان حضراتكم تدعمونا وتدوسوا لايك للفيديو. احنا الدراويش، انا الاسماعيلي، انا الفن والحرفنه واللعب البرازيلي من ايام رضا وشحته والعربي وميمي درويش، والدراويش هم الدراويش، الدراويش هم الدراويش.